مساء الخير. النهاردة هنعمل شاورما صيامي بجد طلع تحفة، هتعمليها على طول من حلاوتها وطعمها الجميل وريحتها حلوة قوي وسهلة وكمان سريعة. اول حاجة معايا 2 حبات من الباذنجان، ببدأ كده انضفهم من فوق وهبدأ اخرطهم لشرايح. كده. الوصفة دي يا جماعة بدون آلية في الزيت، هتشوفي دلوقتي البتنجان ده مش هنقليه في الزيت، هنعمله طريقة حلوة قوي وهتشوفوها دلوقتي، بس تابعي الفيديو للآخر. الطريقة دي هتعتمديها في كل طريقة بتنجان. ببدأ كده يخرط البتنجان لشرايح علشان هخرطه برضو الصوابع كده، وبعد كده هقطعه لمكعبات. كل صبع هعمله كده المكعبات. كانت طريقة سهلة ومفيش أسرع من اللي هتشوفه دلوقتي، حاجة سهلة وسريعة خالص. أنا خلصت كده كمية البتنجان لمكعبات، هبدأ كده أرش عليهم الملح. أنا ضفت نص معلقة بس، هجيب كمان ربع معلقة ملح أضيفها وأسيبهم يتنقعوا كده لمدة ساعة في الملح وهرجع لكم. بعد ساعة بقى على طول بجيب مصفى وتحتيها طبق علشان أصفي البتنجان من أي مية خالص. هصفيه كده من المية واضغط عليه كده المية كلها تنزل، وهرجع لكم هكمل دلوقتي. معايا 4 أو 5 فصوص توم، كزبرة ناشفة، كمون، ملح، هرسهم كده. انا هرستهم كده، هبدأ افضيهم في طبق صغير كده وهضيف عليهم ايه. انا الاول شلت معلقة عشان هاخد المعلقة دي احطها في الاخر، شلت بس معلقة منهم وهبدأ اضيف معلقتين من الزيت. شلت المعلقة دي من التوم علشان هضيفها في اخر الوصفة. ببدأ كده اقلب المعلقتين الزيت في التوم والبهارات كده، وهبدأ ايه اجيب صينية. هبدأ كده اضيف نص يعتبر معلقة زيت في الصينية، وهبدأ اضيف البتنجان اللي انا مصفياه كويس من مية النقع، وافضيهم كده كلهم. وبالباقي كده باقي اللي انا بسويهم كويس الاول في الصينية، وبالباقي بدهن كده بالزيت والثوم والبهارات، بدهن كده وش البتنجان وهدخلها الفرن. وهقول لكم كمان طريقة التسوية، انا ادخلها وهوريكم التسوية كمان. هكمل باقي الوصفة. معايا 3 فلفل اخضر، قرن سخن براحتك، لو مش عايزة تشيليه براحتك. بصلة، 2 حبات من الطماطم، وده التوم اللي انا شايلاه. هحتاجه طبعا في الوصفة التوم المهروس. ببدأ الطماطم اقطعها لمكعبات صغيرة. هقطع كده الطماطم لمكعبات صغيرة. انا قطعت الطماطم والفلفل الاخضر، وهبدأ كده ايه. انا البصل بتاعي عايزاه شرايح كده، فانا بعمل كده، بعمله. بصوا شايفين شرايح، هتعمليه بالسكينة طبعا براحتك، تقطعيه شرايح كده رقيقة خالص. انا هعمل الكمية كلها وعلى طول. بصوا هعمل البصلة كلها كده، وعلى طول هجيب على طول هسخن طاسة على النار. بسخن طاسة على النار على طول دلوقتي وهكمل. بصوا طاسة على النار، هضيف فيها معلقة زيت، وهضيف البصل اللي انا قطعته زي ما انتم شايفين كده طبعا بتاعت شيبسي البطاطس، تعمليها شرايح كده او على ايدك. ببدأ كده اقلب في البصل لحد ما يدبل. هضيف عليه فلفل اسمر، ربع كده معلقة فلفل اسمر، واقلب كده في البصل. وعلى طول هضيف الفلفل الاخضر. زي ما قلتلك، لو حابة تشيلي الفلفل السخن براحتك شيليه، حابة تضيفيه ضيفيه. وهبدأ اقلبهم كده مع بعض. بجد ريحتهم طالعة حلوة قوي. هضيف كزبرة ناشفة وكمون، وهقلب فيهم كده. انا كده خلاص. بصوا هبدأ اخد منهم معلقة، انا عايزة اخد كده من الخضار ده معلقة على الثوم المهروس بالبهارات. يبقى انا كده خدت ايه، معلقة ونص من الخضار ده والثوم المهروس عشان انا عايزاهم في الاخر.
وهبدأ كده اضيف الطماطم، مكعبات الطماطم هبدأ اضيفها واقلبها كده معاهم. وهبدأ اضيف ملح للخضار ده عشان طبعا ما ضفتش عليه ملح، هضيف ملح كده في الاخر. وهبدأ ايه، هغطيهم كده واوطي البوتاجاز خالص. شايفين انا موطيه البوتاجاز كده خالص علشان ايه، يستووا كده ايه حلو. بصوا بقى، تعالى اوريكم التسويه بتاعه البتنجان. انا كنت حاطه في الرف اللي تحت على طول، وبعد كده ايه استووا لمده 12 دقيقه. الفرن كان سخن وطبعا رفعت للشوايه. وزي ما انت شايفه كده البتنجان ريحته حلوه قوي من الثوم والكمون والزيت، يعني معلقه الزيت بجد ريحة حلوة خالص. واستوى خلاص كده. انا ده برضو استوى خلاص. هبدأ اضيف عليهم، جبت كده صينية الباذنجان وضفت عليهم الخضار اللي انا مسوياه كويس واللي ريحته حلوة قوي. هبدأ كده اقلبهم مع بعض. بجد ريحة طلعة جميلة. ولسه طبعا هضيف. بص هقلبهم الاول في الطبق هنا، وهضيف لهم الاضافات اللي هتخلي كمان الطعم اقوى وريحة كمان. ببدأ كده افضيهم في طبق التقديم واسويهم كويس. انا بحب اضيف زي ايه، بصوا التوم في الاخر كده زي اهالينا زمان كانوا بيعملوا الباذنجان وعليه التوم. فانا حبيت اعمل الشاورما الباذنجان وهضيف عليها التوم في الاخر لان بيدي ريحه حلوه قوي. وده الخضار بجد اللي متشوح المستوي قلت اضيفه برضو في الاخر كده، بيدي ريحه ونكهه حلوه قوي. بجد ريحه تحفه. وهبدأ كده ايه اضيف، انا مقطعة فلفل قرن فلفل اخضر سخن، او لو مش عايزة حابة تضيفيه براحتك. ببدأ كده ازوق بيه الطبق. وهبدأ ايه معايا كزبرة مقطعاها وبصل اخضر، عروق البصل الاخضر مقطعاها برضو هضيفها. بتدي كده ايه جمال وطعم حلو قوي للوصفة بتاعتنا السهلة السريعة خالص. بجد طلعة جميلة جدا، اتمنى تجربيها. وكمان دلوقتي هنعملها لسه هنقدمها في العيش، بجد طلع تحفة. بصوا بقى حاجة كده ايه جميلة جدا. هبدأ بقى نعملها سندوتشات في رغيف عيش كده. ببدأ كده اضيفها على العيش. وهبدأ اطبق ايه، هضيف كده من الفلفل. وهبدأ اقفل كده الرغيف بتاعي. بجد يعني ايه حاجة كده حلوة وفي البيت وطعمها حلو قوي، هتعجبك. انا متأكدة ان عملتيها مش هتبطلي تعمليها. اتمنى تضغطي لايك للفيديو وتعملي اشتراك وتفعلي الجرس على